ورحمة الله وبركاته. أول شيء نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مرحبا بكم في القناة ديالتي. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم طاجين بالملوخية. مع هذا الصيف كيجي هائل، وكتجي واحد التتبيله في هذيك الملوخيه معلكه وبنينه. ما عليكم الا تتبعوا معايا ان شاء الله الطريقه باش يصدق معكم طريقتي ديال الملوخيه. الصراحه بهذه الطريقه كيجي هائل وبنين. ما عليكم الا توكلنا على الله. بالنسبه ان شاء الله لهذا الطاجين ديال الملوخيه مع هذا الصيف كتكون الملوخيه غادي نقول لكم مقادير وكتجي هائله، والطريقه اللي كتجي بنينه. عندي هنايا واحد 3 ديال الزلاقات كبار. غير اختاروا ضروري الملوخيه ديك الصغيره كتكون طريه، غسلوها مزيان وحكوها باش تمشي من هذيك الغبره. ما تقطعوهاش الا كانت كبيره حتى تغسلوها، تقطعوها باش ما تطلقش واحد الخيوط. عندي جوج هنا مطيشات كبار محكوكين. عندي واحد 5 البطاطس هكا كبار مقطعين على هذا الشكل. بصله كبيره مقطعه دوائر. كيلو نص كيلو ديال اللحم ديال الخروف. عندي شويه ديال القزبر شويه المعدنوس، 2 بصلات صغار مشلضين بحال هكا، زيت البلديه زيت المائده. هنايا عندي الثومه مخلطه مع الملحه كندقها، خصوصا هاد الوقيته ديال الصيف كتخنز لنا الثومه. ان شاء الله عادي نوري لكم الطريقه. كتحك الوالده ديالتي كديرها، كتدقي الملحه مع الثومه، والثومه كتكون بزيت وكتخبيها بحال هكا. كتحتفظي بالثومه ما كتخسرلكش في هاد الوقيته ديال الصهد. بالنسبه للتوابل ان شاء الله اللي كنحتاج واحد نص معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه ديال التحميره، نص معلقه ديال السكنجبير، شويه ديال الكمون، شويه البزار. هادو التوابل ديال الطاجين. بالنسبه للملوخيه اللي غادي ندير شويه ديال التحميره، شويه الكمون، شويه البزار، والثومه ضروري. لا الثومه هنايا ولا في الملوخيه. ونشوفوا الطريقه ان شاء الله. كناخذ الطاجين هنايا كنكون دايره واحد الصفيحه بحال هكا ضروري باش ما يطرطق لكمش الطاجين. وكناخذ ندير واحد شويه ديال زيت المائده، شويه ديال زيت البلديه. ندي هنايا اللحم، شوفوا نتوما على حسب افراد الاسره. هذا اللي كتشوفوا عندي الكديد شويه ضفتو حتى هو. كندير شويه ديال السكنجبير، شويه التحميره، شويه الخرقوم، الملحه والابزار. كنرمي البصله لكم هكا، بصله كبيره مشلضه بحال هذا الشكل، وشويه ديال القزبر ومعدنوس، وشويه قزبر ومعدنوس نخليوهم مع الملوخيه حتى هي نديروا لها شويه. غادي نخلي هذا الشيء تشحر مزيان باش تطلق واحد البنه، لا في البصله ولا في الاخر. نطلقوها من بعد. بالنسبه للعطريه ان شاء الله ديال الملوخيه كنعطرها هي وحدها باش كتجي بنينه، وكنديرها فوق بحال اللي كتجي مبخره وكتجي بنينه الصراحه، بحال اللي كتجي مفوره عفوا. كندير 2 مطيشات هكا. انا غادي نوري لكم بحال هكا. ضروري تختاروا وحده صغيره وكتكون سهله هكا، كتكون طريه. كتحيدي لها هذا وهذا، وكتكون صغيره بلا ما تقسميها. اذا كانت كبيره قسميها. وكنضيف واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه التحميره وشويه البزار وشويه الكمون. شفتوا درنا شويه التحميره وشويه الكمون وشويه الابزار. كندير شويه ديك الملحه اللي مخلطه مع الثومه، والثومه كتكون زايد. صافي ما كنديرش الملحه نهائيا حيت هذه فيها الملحه والثومه. وكنحرك هذا الشيء بيدي باش تدخل هاد العطريه في هاد الملوخيه، وكتبنان كتجي بحال اللي مفوره في الفوق. اللحم شفتوا معايا درت له ديك العطريه والاخر نسيت ما درتش الملحه، يعني ما غاديش ندير الملحه. هاد الثومه راه فيها الملحه مع الثومه. غادي ندير واحد شويه هكا راس الاخر معلقه حيت الكديد كيكون مملح. عندي واحد شويه ديال الكديد
صافي كنبقى نقليه بحال هكا باش يبنان هذيك العطريه والبصله والقزبور والمعدنوس. ونرجعو من بعد واحد 5 دقائق. المهم بعد ما تقللنا غادي نضيف واحد نص كاس هكا سخون ما غليان، وكنجيب هاد البصله هادي كنديرها تحت اللحم، وغادي نجيب البطاطا وغادي نجيب ديك الملوخيه اللي درت لها ديك التوابل غادي نجيب واحد شويه ديال الكمون نديرها فوق هاد البطاطا هادي باش حتى هي تجي هذيك النسمه، شويه ديال الابزار وصافي. غادي نسد على الطاجين ديالي. نسيت خاصني نزيد الماء عفوا باش خاص طيب هذيك البطاطا ونخويها هكا في الجناب. اللحم كيدي طياب ساعتين على الاقل، ساعتين يطيب ليا هذا الشيء. كنخلي الطاجين هكا شويه مفوج حيت غادي يبقى شويه يفيض ليا حتى تكون هذيك المرقه صافي بقات كتهبط، والاخر عاد نسد عليه ان شاء الله. المهم بعد ما دازت ساعتين كما كتشوفوا كتبقى ديك المريقه معسله صافي كيطيب. كتشوفوا حتى الملوخيه ولات في الداخل ديالها حمراء. كتجي هذا هو الطاجين الشكل النهائي، كيجي بنين وهائل. ما عليكم الا تتبعوا معايا ان شاء الله الطريقه باش تطيب معكم بالصحه والراحه. عليكم ورحمه الله وبركاته. اول شيء نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. مرحبا بكم في القناه ديالتي. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم طاجين بالملوخيه مع هذا الصيف كيجي هائل، وكتجي واحد التتبيله في هذيك الملوخيه معلكه وبنينه. ما عليكم الا تتبعوا معايا ان شاء الله الطريقه باش يصدق معكم طريقتي ديال الملوخيه. الصراحه بهذه الطريقه كيجي هائل وبنين. ما عليكم الا